السلام عليكم الدراري. هذا اول فيديو في القناة ديالي، وهذه اول قصة اللي زوينة بزاف. كنتمنى تعجبكم القصة نتاع واحد الشخص اللي تلاقيته بالصدفة في الطاكسي، وحكى لي هاد القصة وقلت ليه هذه هي اول قصة غنبدا بها القناة ديالي. فبلا ما نطول عليكم الدراري، نخليكم مع القصة نتاع امين ونحكيها لكم باسم تاع رشيد. انا سميتي رشيد، بدات حياتي في واحد البلدية وكبرت في وسط واحد العائلة اللي لاباس عليهم ما خاصهم خير. كبرت انا وجوج ديال خوتي وانا الثالث. كانت عندنا 3 ديال الاراضي وكنخدمو عليهم وكناكلو منهم طريف ديال الخبز، حتى لواحد النهار لقيت واحد بنت الناس عجبتها وعجباتني، وتما قررت نكمل معاها حياتي. مشيت لدارهم وخطبتها وتفاهمنا مع والديها، قبلوا بينا وكبروا بينا. بقيت كنخدم في الارض ديال الوالد ديالي حتى جمعت راسي وقررت انني ندير شي حراسية اللي فيها تاركة. مشيت للدار ديالنا وعلمت والديا يمشيو معايا باش نحدد الوقت ديال العرس، واتفقنا وشدينا الطريق للدار ديال نسابي. وحنا غاديين وخويا الكبير هو اللي سايق بينا طوموبيل. شوية تخرج لي قدامنا واحد النعشة، خويا بغا يهرب عليها، دور الفولو لجهة اليمين وحنا ندخلو في واحد الشجرة. انا راكب حتى خويا القدام موقع ليا والو، فاش كنجري باش نطلع على والديا فتحت الباب اللور لقيت الوالدة مقيوسة في نيفها، ولقيت الوالد مضروب فراسو. دارت بيا الدنيا وما عرفت ما ندير. بنت لي واحد الطوموبيل جاية، وقفت ليها في الطريق قلت له حبس حبس، وقف. قلت له الله يرحم الوالدين زيدنا للطبيب، راهم ضرورين والديا بزاف. كان ولد الناس نزل وهز معايا الوالدية، هز الوالدة موقع ليها والو، ناضت مشات للطوموبيل بوحدها، والوالد مسكين كان مقيوس فراسو غيب. جاز معايا وطلعنا للطوموبيل. ما وصلنا للطبيب دارت بيا الدنيا وما عرفت ما ندير. الوالدة مسكينة موقع ليها والو، والوالد ديالي جاه نزيف داخلي في راسو. وتما قلت للوالدة فيها خير فيها خير. خرجت لبرا نشم الهوا ونتكالما شوية حتى كنسمع الغوات والصداع. دخلت كنجري وتما كفينا تكون الصدمة الكبيرة. لقيت الوالدة تما كتبكي وخويا وعمي اللي هادشي وما عرف والو. سولت الطبيب قال لي انا لله وانا اليه راجعون، الاب ديالكم توفى. وتما اللي دارت بيا الدنيا وما عرفت ما ندير، ونسابي كيصونوا عليا وما قدرتش حتى نجاوب. دازت شهور وعوام على الموت ديال الوالد ديالي. مشينا ودرنا العرس انا وداك بنت الناس، وجبتها الدوار ديالنا كما عارفين. عشنا انا وياه بداك الخير ديال الوالد ديالي الله يرحمه. دوزنا عام حتى تفرحني المرا ديالي انها حاملة. فرحت وما قداتني فرحة. دوزت داك الفترة ديال الحمل ديالها كما كاع الناس، واخيرا غادي تزاد الولد اللي هادي شحال وانا كنتسنى نشد بيدي. دازت لمدة 9 شهور جا الحريق المرا ديالي. مشينا للطبيب وقالوا لي هات ولدي داب، وانا جالس كنفكر فرحان ومتوتر في نفس الوقت. داز كلشي بخير وعلى خير. دوزنا يومين في الطبيب ومشينا بحال. وصلنا للدوار الناس كلهم تاع الدوار فرحانين بينا، كل ساعة خارجين داخل. بدا كيكبر الدري، وصل من العمر ديالو 11 شهر، وانا غادي فرحان معاه ومع المرا ديالي. حتى لواحد النهار جا واحد ولد عمي قال لي صافي حنا بغينا نقسمو هذا الرزق اللي بيناتنا. جيت جاوبتو انا باش ما الرزق كدوي عليه، هداك الرزق نتاع الاب ديالي. قالك لا هداك الرزق نتاع الورث كاملين كنسالو فيه. المهم داز عليها سيمانة كنتصدم خويا جاي كيجري وكيعيط لي رشيد رشيد. قلتلو مالك؟ قال لي جري راه ولد عمي جاب تراكتور وكيحرث في الارض ديالنا. ما حسيتش براسي حتى طافيت ومشيت كنجري لعندو وانا عيط له اي باش من حق عندك قربتي لهاد الارض؟ جاوبني هو وقال لي هادي ارضنا وجات في حق با، وانت سير تلعب في شي ارض اخر. جاوبته وقلت ليه وجيتي لي مشاركين الدم وبيناتنا مخزن،
خلي المخير في حمار كركب. مشيت نعسو عليه مع يطلع الصباح نمشيو للمخزن. وقت الصباح شمت على وجه عمي ندعيهم. جيت لعندو من الدار عيطت عمي وعمي. هو يجاوبني هو وما كاينش وسير عطينا اتساع. قلتي بيناتنا المخزن علاش مازال هنا؟ قلتلو ياك ايوا انا نمشي نصيد داك الارض ولا سميتك راجل اجي خرجني منها. مشيت للخيمة ديالنا وهزيت الجويجة ديالي ومشيت نصيد. مع وصلت الارض ديالنا بديت نصيد حتى كنسمع الهوات وشي حد كيقول لي مورا ظهري حيد من تما معاك. دورت وجهي لقيت ولد عمي جاي هاز السيف في يدي وتابعو عمي وولدو قاصدني ناوي يضربني بالسيف. هزيت يدي للسما وضربت 2 ضربات بالجويجة. قلتلي والله تقرب حتى نخويها فيك. ما بغاش يمشي بحالاتو ومازال جاي ناوي يضربني. نيش فيه ضربتو ضربة الصدر وضربة الكرش. طاح حدايا وانا تما درت بيدني وبقيت يحل فمي وكنشوف في داك المنظر اللي انا كنقول ويلي انا شنو درت. اجداني الارض هادي وهادشي هدا كامل اللي نقتل عليها الروح ونخلي ولدي شوجر في الصناقي. دات الجويج ومشيت للخيمة كنجري ما عارف ما غندير. طايرة بالدنيا وسخفان وعرقان كنعس. شفت ولدي وشفت الوالدة ديالي اللي كانت مريضة وسلمت على ولدي وسلمت على المرا ديالي ومشيت قدمت راسي. حكموا عليا ب24 عام ديال القتيلة و10 سنين ديال السلاح اللي بلا رخصة. ونهاية هاد القصة ديالنا. إلا عجبتكم متنساوش لايك وتابعوا القناة. وهذا الانستغرام ديالي اللي عنده شي قصة وبغا نشاركها معكم يخليها لي في انستغرام. شكرا بزاف.